ليه مش عارف اتغير؟ كل مره بقول لنفسي المره الجايه هعمل حاجه مختلفه، وبرجع اعمل نفس الحاجه هي. طبعي غالب عليا ومش عارف اعمل ايه. لو الجمل دي بتقولها لنفسك او اللي حواليك بيقولوها لك وبتخليك تقع في نفس المشاكل طول الوقت، فممكن يكون حل من الحلول انك تتعلم مهاره بنسميها مهاره المرونه النفسيه. المرونه النفسيه بتساعدك تعيش على طبيعتك، بس وانت في نفس الوقت عارف تتفاعل مع مشاعرك وافكارك والعالم الداخلي اللي جواك، وعارف تتفاعل مع المشاكل الخارجيه اللي بتقابلها في حياتك. عشان يبقى عندك مرونة نفسية هتاخد شوية وقت، وده علشان هتحتاج تتعلم 6 مهارات أساسية هما اللي بيكونوا أصلا المرونة النفسية. المهارات دي هي: 1. إزاي نتعامل مع مشاعرنا بدل ما نهرب منها، لأن حال كتير بنهرب بالموبايل وبالنوم وبغيرها من الطرق. 2. إزاي نتعامل مع أفكارنا بدل ما نغرق فيها، يعني لو في فكرة ملحة عليا زي إن أنا مش كفء لحاجة معينة أو إن أنا مش كفاية لمراتي أو لجوزي، إزاي أتعامل مع الأفكار دي بطريقة صحية. 3. ازاي اوجه انتباهي للحاجة اللي انا بعملها في اللحظة الحالية، بدل ما دماغي تغرق في الماضي او تسرح في حاجة نفسي فيها في المستقبل، ازاي دماغي تبقى حاضرة هنا ودلوقتي. 4. ازاي اشوف نفسي بطريقة رحيمة وهادية، بدل ما اصدق احكام دماغي عن نفسي او احكام الناس عني. 5. ازاي احدد واتصل بالقيم اللي بتحركني في حياتي، مش بس الاهداف، ان القيم هي بوصلة الاهداف اللي بتحرك حياتنا. واخيرا ازاي اقدر التزم سلوكيا بالافعال اللي تخليني اتصل بالقيم بتاعتي، وانا عارف اكون بتعامل مع افكاري ومشاعري والانتباه بتاعي ونفسي بشكل صحي، يخليني عارف اجمع ال6 مهارات دول مع بعض من مهارات المرونة النفسية في حياتي اليومية. لما بنتعلم ال6 مهارات دول وبنطبقهم وبنمارسهم في حياتنا اليومية، بنقدر نتعامل مع طبيعتنا الشخصية بشكل مرن، وبنقدر نخرج من ضيق المعاناة لسعة الحياة، وبنقدر نعيش الحياة اللي احنا عايزين نعيشها. لو عايز تعرف بقى أكتر عن كل مهارة من ال6 دول بالتفصيل، استنى لنا الفيديوهات اللي جاية، وما تنساش تدعي إخواتنا. وبس كده، سلام.